بصلي وانا قاعد، احمد بيسألني، وبكسل اصلي وانا واقف، هل ده حرام وهل صلاتي مقبولة؟ ما تبطلش صلاة، ايا كان اجابتي ما تبطلش. بس الوقوف للقادر ركن يا ابو حميد، تبطل بدونه الصلاة. الوقوف الله اكبر. الجلوس في السنة حتى لو قادر، اقدر اقعد في السنة واخد نصف الاجر كما في الحديث. يعني انا قادر اقف، ما ينفعش اصلي الظهر قاعد، لكن ممكن اصلي سنة الظهر قاعد واخد نص الثواب حتى لو قادر اقف. لكن الفريضة تبطل الصلاة لو انا صليت وانا قاعد وانا عندي قدرة اقف. فعايز اقول لك يا احمد، ده مش كسل. ده يا احمد انت محتاج تراجع نفسك مع الله، فتراجع من هو الله بالنسبة لك. انت بتصلي ربنا يتقبل منك، بس احنا رجالة يا ابو حميد، رجالة يعني بنشتغل وبنلعب برياضة وبنشيل احمال من الناس. لو طالع جارتي ولا جاري على السلم شيل منه. بيسموها الخصائص تورث الوظائف. يعني انا ربنا خلقني قوة جسدية، يبقى وظيفتي اساعد واشيل وادفع وادافع فما اقومش اقف اصلي لربنا. محتاج تراجع من هو الله بالنسبه لك يا احمد. ده مش كسل يا احمد. كسل انك انت مثلا بتلعب 5 مرات رياضه في الاسبوع، خليتهم 4 وكسلت مره، ماشي معلش، برضو انت بتشتغل وبتتعب لكن الادام بيأذن الصلاه بتاخد 3 4 5 دقايق، مكسل اقفهم. لا يا ابو حميد، انت ما تستاهلش تبقى كده. يعني انت ما تستاهلش الله ينظر ليك قاعد وانت اللهم صل على النبي صحتك كويسه. وما دام صحتك كويسه يا صاحبي، ما تعملش كده في نفسك. قوم اقف كده عند ربنا كده، واشكره انه سمح لك تقف معاه، تقف بين ايديه، اشكره على كده. لكن عارف انت بيعلمونا حاجه شيك لطيفه قوي، يقول لك لو دخلت على حد في قهوه ولا في قعده ولقيته قاعد ما تسلمش عليه، يعني قول له ازيك، لكن ما دام ما وقفش ما تسلمش عليه وهو قاعد كده. يعني ده وجهة نظر ناس، مش شرط تبقى صح قوي، بس بيقول لك كده يعني. ليه؟ عشان ده حتى ما كلفش نفسه يقف لك يعني كده يقول لي ازاي حضرتك او ازيك او لا. فقال لك قول له ازاي، صباح الخير ولا السلام عليكم. فانت ما تستاهلش تخش عليا انا ابقى قاعد، انا اقف لك احتراما ليك. فالله حق بذلك.